السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو فهو خاص بزوار مدينة المضيق، اللي تيبغيو يتناولوا السمك في هذه المدينة. فكتبقى أفضل وجهة أو لا أفضل مكان فهو التوجه لمرسى المدينة أو لميناء مدينة المضيق، اللي فيه طبعا السمك اللي كي يتباع وهو عاد خارج من البحر، السمك طري ولذيذ. وكاين مجموعة من المحلات اللي ممكن ياكلوا فيها السمك، سواء سمك مقلي أو مشوي. وأيضا كاين البيصارة، كاين مجموعة من الأكلات اللي ممكن ياكلوها هنايا في المرسى. لكن الشيء اللي جديد واللي هو طبعا غير إيجابي فهو الزيادة في ثمن الأطباق، بحيث مثلا هاد الأطباق اللي كتبان قدامكم في هاد القائمة فتزادت فيها ديال السمك، فتزادت فيها 10 ديال الدراهم في الطبق، بحيث في السنة الماضية كان الطبق فقط ب60 درهم، وهاد العام راه رجع ب70 درهم، يعني تزادت فيه 10 ديال الدراهم في كل طبق. وكيف ما كتلاحظوا فهذا هو الطبق ديال 70 درهم، اللي هو حقيقة طبق لذيذ وشهي، وكيشبع شخص واحد، يعني شخص واحد ممكن يشبع به. ولكن راه الثمن ديالو تزاد ولا 70 درهم، والفريت 10 دراهم. ومع هاد الطبق ديال السمك كيقدموا هاد الطبق ديال شلاضة ديال الخس ومطيشة والبصلة. إذا اللي يمكننا نقوله هو أن كاين مجموعة من المحلات راهم مرقمين بالأرقام من 1 حتى ل6. هاد المحلات راه كاملين دايرين نفس الثمن ونفس القائمة، كيبقى الاختلاف فقط في المعاملة وفي الجودة وفي الغنى ديال الطبق. وعلى العموم فيمكن للزائرين يتوجهوا لهاد الميناء ولا هاد المرسى ويتناولوا السمك. راه كيف ما قلت راه داك الشي نقي وداك الشي لذيذ ومزيان. غير هو راه الثمن راه تزاد على السنة الماضية، راه رجع هاد السنة رجع 70 درهم لكل طبق. وكيف ما قلت راه كاين مجموعة من المحلات هنايا، وراه كل محل عنده رقم خاص به، كيف ما كتلاحظوا هنايا في الفيديو. وكنتمنى عطلة سعيدة للجميع وزيارة ميمونة لمدينة المضيق.